اذا هي الحرب نبتدي ندور عليها. بونجور، اخباركم ايه؟ انا ميمي. النهارده عندي نبتة الكوليوس دي. بصوا شكلها لطيف ومطلعه كذا برانش بقى او جذع، بس بصوا في حاجة غريبة جدا، الجذوع كلها تقريبا فاضية من اخر مرة انا عقلتها. طيب نبتدي بقى نطلع المحقق كولن من الدرج ونشوف ايه اسباب ان النبتة دي كده. يلا بينا. هل مثلا يا ترى عندها مشكلة في الري مثلا او اعفان في الجذور؟ لما اجي ابص تحت لا النبتة اهي، بص بضغط كويس جدا اهو، النبتة تعتبر جذورها كويسة جدا، فمفيش اعفان في الجذور ولا في خضار على التربة، فابتدي اشك ان في طحالب وفي مية زيادة، فان في مثلا اعفان في الجذور. يبقى كده الاصابة البكتيرية او البكتيريا بريئة من اللي بيحصل. طيب نبص كده هوت، هل القمم النامية بتاعتها محروقة او اي حاجة؟ نقول مثلا ده الشمس او قلة ري او الشمس عليها حرارة جامدة فالنبتة محروقة. بالعكس النموات الجديدة كلها اهي، بالعكس ده في كمان ايه، بصوا في يعتبر نموات صغيرة طالعة، يعني ان مفيش مشكلة من الشمس، ده في نموات جديدة. طيب جدول التسميد بتاعي انا مسمده العناصر الكبرى من اسبوعين والعناصر الصغرى من اسبوع، ومفيش اي اصفرار على الاوراق تدل لك ان في اي نقص من العناصر. يبقى انا كده عملت كل حاجه للنبته بتاعتي صح، بدل ما انا بصيت على الميه في تصريف جيد، جذور ما فيهاش اعفان، التربه مش مخضره من فوق، ولا في اي ضعف عام في النبته، وجدول التسميد بتاعي تمام. يبقى نبتدي نشك في الإصابة الحشرية، في حشرة ما هي السبب في اللي بيحصل النبتة ده كله. طيب نبتدي نبص، هل في قلب الجذور هنا أو تحت الورق في أي نقط بيضة أو نقط سودة؟ نقط بيضة معناها إن في بقت إيقي، مفيش أي نقط بيضة لا للجذوع أو للنبتة. طيب ده جميل جدا. هل في اي انفاق او اي اشكال اكن في دوده ماشيه في وسط الورقه زي الدوده مثلا صانعه الانفاق؟ لا برضه. لكن انا شايفه يا ميمي ان في اخرام في الورقه ان اذا اللي بتعمل الاخرام دي وفاكه نفسها واقفه في طبق سلطه عماله تنط من نبته لنبته، يبقى هو المجرم الوحيد اللي هنبتدي نشك فيها، الدوده الخضراء. اذا هي الحرب، فندق طبول الحرب ونحاول نمسكها ونقضي عليها. طب تعالوا نبص كده اهي واهي. يا الله، بصوا مين اللي عامله نفسها هبله، هي دي الدوده الخضر، هي دي. حتى الورقه بصوا يعني اللي هي ماسكاها شكلها ازاي. طيب دي حلها ايه؟ منديل نمسكها ونفعصها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. باي باي.